اهرب، الليلة آخر ليلة، وصدقني أحسن لك ما تكونش موجود وتشوف إيه اللي هيحصل فيها. أنا مش ههرب، إحنا خلاص وصلنا للنهاية. احنا وصلنا للبداية، وجه الوقت اللي تفهم فيه انت ليه السبب في كل اللي حصل وكل اللي هيحصل وكل اللي هيحصل وكل اللي هيحصل. وكل اللي هيحصل. النهارده يا جماعه هنتكلم على مسلسل غرفه 207 ومناقشه سريعه كده المسلسل. طبعا بدايه كده المسلسل من روايات الدكتور احمد خالد توفيق. بصراحه يا جماعه الروايه دي تحفه جدا للي قراها يعني، والمسلسل اجمل واجمل يعني. بس احنا حابين طبعا نناقش المسلسل على السريع كده ونتكلم عن نهايته، وطبعا كلنا شفناها وتشلينا يعني بجد. يعني ما كانش دي النهايه المتوقعه طبعا للمسلسل خالص، يعني بقت نهايه مفتوحه. وكالعاده اي مسلسل مصري في مصر يعني المسلسل نجح وجاب مشاهدات عالية، فخلاص هو بعمل ايه جزء تاني. بس يا جماعة اللي انا اكتشفته اللي انا حابب اكلمكم عنه ان الرواية بتاعة المسلسل يا جماعة اصلا مكتوبة لجزئين. يعني المسلسل اصلا كله المفروض بيتصور ل20 حلقة، بس طبعا هم حبوا يقسموا المسلسل ل10 حلقات، جزء اول و10 حلقات جزء تاني. كالطبيعة يا جماعة اللي بتمشي دلوقتي حاليا ان معظم مسلسلات الرعب بتكون مسلسلات قصيرة، ما بتكونش طويلة عشان المشاهد حتى ما يملش من المسلسل. المسلسلات اللي بتكون حلقاتها اقصر بتنجح اكتر من المسلسلات اللي هي حلقاتها طويله يعني. ما عادش بقى في جو مثلا انا اقعد اتفرج على 30 حلقه او 35 حلقه والجو بتاع زمان ده. طبعا الكلام ده خلص. بس طبعا يا جماعه دي بنشاهدها اكتر في مسلسلات الرعب. عندنا طبعا مثال على كده مسلسل ما وراء الطبيعه. بس يا جماعه عشان ما اطولش عليكم برضو، طبعا لما نيجي نتكلم على النهايه والحلقه العاشرة فطبعا كلنا كنا متشوقين جدا للحلقه العاشرة من اول مسلسل. خصوصا ان تفاصيل المسلسل يا جماعة غامضة جدا من اول حلقات ومش مبينة كل التفاصيل يعني. فطبعا معظمنا اتصدم في الحلقة العاشرة اللي كلنا منتظرينها وشايفين طبعا طول المسلسل انت السبب يا جمال في اللي هيحصل ومش انت السبب يا جمال. فيعني كانت عكس التوقعات، بس زي ما احنا وضحنا لكم ان اصلا المسلسل كان مكتوب لجزئين. طب يا جماعة طبعا كتير مننا عايز يفهم تفاصيل المسلسل، او الصورة يعتبر وضحت الى حد ما في الحلقة العاشرة. وهي اول مفاجأة يا جماعة ان شبح الغرفة 207 اللي هي العفريتة طبعا اللي مزولانا طول المسلسل ريهام عبد الغفور، طبعا طلعت ام جمال الصواف. ودي طبعا كانت اول مفاجأة يعني، اللي هو ازاي يعني انت طول المسلسل عمالة تخوفي فينا وعمالة تعملي مواقف في جمال وفي الاخر انت تطلعي امه. وتاني سر حصل في الحلقة العاشرة يا جماعة وتاني مفاجأة ان سعيد الصواف ما يبقاش ابو جمال، ويبقى طبعا ابو جمال حقيقي سر مغموض هنعرفه خلال الجزء التاني. بس كان واضح ان سبب كره ابو جمال طول السنين اللي فاتت ديت وان هو بيعامل جمال بمعاملة سيئة جدا زي ما احنا شايفين، وجمال طبعا نفسه يفهم ويعرف ليه ابوه بيكرهه بالطريقة دي. ان هو في الاخر يا جماعة بدأ يحس ان الغرفة 207 بدأت تعمل قلق وان في روح شريرة ظهرت، فقرر ان هو يتخلص من جمال. يعني في ادعاء منه ان هو ما هيعمل كده خلاص كل حاجة هتنتهي، وان اللعنة اللي في الغرفة 207 مش هتقدر تمسه هو او مراته بأي سوء، وان هو كده في سلام وان هو كده عمل الصح. وطبعا فجأة ظهر لنا خلال الحلقة العاشرة الشاب السعودي اللي هو يا جماعة من الواضح ان هو وراه سر كبير جدا. ده يا جماعة بالأمارة اللي قالتها ريهام عبد الغفور خلي بالك من الكتاب. والشاب ده يا جماعة قصته بترجع ان هو كان في جبل الجن، وهو كان عنده عقدة وبيخاف من الحاجات دي. فمن الواضح كده ان روح ريهام عبد الغفور اتكونت عن طريق وجوده اثناء الجبل، وهي اللي دعيته في الاول لان هي قالت له زي ما انت جيت الاوضه زمان. هو كده ليه علاقه بريهام عبد الغفور وهو اللي حضر روحها من تاني عشان ترجع تنتقم. في النهايه يا جماعه بنلاحظ ان جمال عايز يخلص من الاوضه وقرر ان هو يحرقها، وهو فكر ان هو كده خلاص هيقضي على الاوضه. فريهام عبد الغفور ردت عليه وقالت له جمله مهمه جدا: الحكايه ابتدت. واكتشفنا طبعا ان هو يرجع بالزمن لسنه 1934 بدايه الاحداث، واتفاجئنا بالخواجه مايكل وريهام عبد الغفور معاه. وهنا يا جماعه بقى انا ما اقدرش افتي واكمل في القصه لان الجزء التاني هو اللي هيكشف الحكايه كلها، لان في اقاويل يا جماعه
ما بين ان ريهام عبد الغفور تبقى مرات الخواجة ادريانو ابو الخواجة مايكل، وبالتالي جمال يبقى اخو الخواجة مايكل واخو ماركو اللي احنا شفناه الصغير اللي ظهر خلال الحلقات الاولى، وما بين ان ريهام عبد الغفور تبقى اخت الخواجة ادريانو، يعني تبقى عمة الخواجة مايكل وماركو. وفي اقاويل تانية بقى يا جماعة بتقول ان ريهام عبد الغفور اتجوزت من الفريدو اللي هو ظهر لنا يا جماعة في اول حلقات خلال حرب ايطاليا، ورجع شارك الخواجة ادريانو وفتحوا الفندق. ومن المفترض اننا بدأت الكراهية وبدأت الاحداث، فقرر الخواجة ادريانو ان هو يقتل ريهام عبد الغفور، وعشان كده رجع تاني جمال سنة 1934 بداية الأحداث، ورجع بالزمن من تاني عشان يعيش القصة ويفهم ايه اللي حصل. والمفروض ان هي طلبت منه كده لان هي كانت بتقوله بإيدك يا جمال تغير كل حاجة. هي فضلت يا جماعة تكرر الجملة دي خلال الحلقة العاشرة لحد هنا يا جماعة. والمفروض بقى ان الأحداث كلها بتكمل في الجزء التاني ان شاء الله. وده كان تحليلنا للموسم الأول الغرفة 207 ومناقشتنا السريعة للحلقة العاشرة ونهاية الغرفة 207 الجزء الأول. وبالنسبة يا جماعة للجزء التاني، حتى الآن لم يتم التعاقد على الجزء التاني، يعني لحد اللحظة دي الشركة المنتجة ما تعاقدتش على الجزء التاني. طبعا من المنتظر بعد نجاح الجزء الأول النجاح الكبير ده ان هو ان شاء الله هيتم التعاقد على تصوير الجزء التاني، وده هيتم بإذن الله خلال الفترة القادمة. في النهاية لو عجبك الملخص اللي احنا عملناه للغرفة 207 وتحليلنا للحلقة العاشرة، يا ريت تضغط سبسكرايب للقناة وتعمل لايك وتعليق للفيديو وتفعل زر الجرس عشان يوصلك كل جديد ان شاء الله. احنا خلاص وصلنا للنهاية. احنا وصلنا للبداية، وجه الوقت اللي تفهم فيه ان ليه السبب في كل اللي حصل وكل اللي هيحصل. وكل اللي هيحصل. وكل اللي هيحصل.